بيان للرأي العام إن تهديدات الدولة التركية الفاشية لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية وتصعيد هذه التهديدات بالاستهداف المباشر للأطفال والنساء والكادحين على أطراف القرى والبلدات والمدن على امتداد الحدود التي أشاد عليها جدار العار وتجاوزها بالاحتلال المباشر، بما في ذلك استهداف الآليات الخاصة بالمدنيين وأماكن العلاج والتداوي والاستطباب كما في شهبة وقامشلو ومنبج مؤخرا، ليس جديدا وإنما مرحلة جديدة لها خصوصية وعلاقة بالأسباب التي تقف وراء إعادة الرئيس التركي الفاشي أردوغان الذي يريد أن يستوفي رغبته في إعادة أمجاد السلطنة العثمانية وشروط الميثاق الملي، والأهم من كل ذلك الانتقام والثأر لمرتزقته الداعشيين الذين دحرهم أبناء وبنات شمال وشرق سوريا في آخر قلعة لهم في باغوس بتاريخ 23 آذار 2019 بعد أن فشل في كل برامجه اليائسة السابقة، فها هو يستأنف ارتكاب جرائمه بحق مناطقنا والتي راهن عليها أمام عبيده في انتخاباته المزيفة. ففي الوقت الذي يتم فيه إسعاف المرضى إلى أماكن العلاج ويبادر فيه المدنيون إلى ممارسة أعمالهم أو المبادرة إلى التنقل أو السفر، تتحرك آلة الشر والعدوان التركية إلى ارتكاب الجرائم الدولية في ظل الصمت الدولي، صمت المجتمع الدولي الرسمي الذي لا يسأل نفسه أين هو من قتل أطفال منبج والمدنيين في ريف قامشلو الغربي مؤخرا. إننا لن ننكفئ عن نضالنا الذي يقوى أكثر وأكثر بشعار جنجيانا آزادي. قامشلو ناحية قامشلو، مؤتمر ستار 17/6/2023. جنجيانا آزادي، جنجيانا آزادی، جنجیانا آزادی، جنجیانا آزادی، به سراغ جیانا، به سراغ جیان نبه، به سراغ جیان نبه، به سراغ جیان نبه، به سراغ جیان نبه.